من أكبر الفاعلين الاقتصاديين الذين أعطوا دينامية كبيرة للجرف الأصفر هناك المجمع الشريف للفوسفات الذي يوسع من دائرة الاستثمار بالنظر إلى الطلب المتزايد على الفوسفات المغربي ومشتقاته. المسؤولون عن هذا العملاق الاقتصادي يراهنون على تأكيد الحضور إن على المستوى المحلي أو الدولي. لقد سطرنا برنامج الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 120 مليار درهم، 40 مليار درهم منها موجهة للاستثمار بميناء الجرف الأصفر، وندعو شركائنا الدوليين للاستثمار هنا والاستفادة من برنامج المجمع، والهدف هو توفير فرص الشغل وكذلك نقل الخبرات التي سيستفيد منها كل النسيج الصناعي المغربي. فاعل اقتصادي آخر متخصص في صناعة حديد الخرسانة المستعمل في البناء يراهن هو الآخر على تأكيد الحضور من خلال الرفع من الإنتاج. إنتاج المعمل بالجرف الأصفر يضاهي 500 ألف طن، وهو ما يمثل بالإضافة إلى ما تنتجه الناظور حوالي 1,000,000 طن سنويا، وهو ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني الإجمالي. هذه الأهمية الاقتصادية جعلت إقليم الجديدة يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني مناصفة مع إقليم طنجة، بحيث يساهم ب20% من الصادرات المغربية الموجهة للخارج والتي تمر عبر هذا الميناء. يستقبل ميناء الجرف الأصفر بواخر كبيرة تصل حمولة الواحدة منها إلى 60,000 طن، واليوم تسعى الوزارة الوصية إلى جعله قاطرة للتنمية ليس فقط على المستوى الجهوي بل الوطني كذلك. في سنة 2012 استقبل الميناء 1100 باخرة. مستقبلا سيتضاعف نشاط الملاحة التجارية إلى 4 مرات، أي أن الميناء سيستقبل ما بين 3600 إلى 4000 باخرة سنويا. وهذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية المينائية تجد ما يبررها، وكون المنطقة الصناعية المحاذية للميناء بدأت تستقبل هي الأخرى عددا مهما من المستثمرين الصناعيين. المساهمة ديال القطاع الصناعي على مستوى الإقليم على المستوى الوطني ترتفع إلى 20%. هذا هو الإنجاز الذي تم تحقيقه سنة 2011. وبالإضافة إلى ذلك فإن منذ خلق مركز الاستثمار الجهوي بالجديدة فقد تمارس استثمار إجمالي معدله 65 مليار درهم، وتم خلق 36 ألف منصب شغل. توفر إقليم الجديدة على مينائين وعلى الطريق السيار وعلى شبكة الاستكاك الحديدية وإنتاج محطة الجرف الأصفر ل 44% من الطاقة على الصعيد الوطني عوامل تعد بالزيادة في الاستثمار بهذا الإقليم.